وبعد كده قلت اتفضل الحمام جاهز دلوقتي. وهو دخل الحمام واتأخر فيه شوية، وبعد لما خرج كان شكله غريب، ولقيته بيقول لمراته قومي عشان نمشي احنا اتأخرنا قوي. وبعد كده انا دخلت الحمام ولقيت الاندرات بتاعتي كلها غرقانة منه عشان هو كان بيعمل عليها العادة. وقتها انا عرفت ان دي رسالة منه وان هو كمان عايزني ونفسه فيا. وبعد الموقف ده انا بفكر كتير ان انا اتكلم معاه واقول على كل حاجة واعرفه ان انا اللي كنت بتكلم معاه على الفيسبوك، وان انا عايزاه زي ما هو عايزني ويمكن اكتر، بس خايفة يفاجئني او يرفض او يقول لمراته ان انا كلمته. بس كمان انا اوقات كتير بقعد مع نفسي واحاسب نفسي على اللي انا بعمله، عشان بجد انا مش راضية عن نفسي بالطريقة دي، بس مشاعري هي اللي بتحركني. وبقيت على طول في مشاكل مع جوزي عشان بيغيب عني كتير وببقى عايزاه. انا بجد تعبت قوي وعايزة حل، ومش عارفة اعمل ايه. انا خايفة اعمل حاجة غلط، وفي نفس الوقت مش بقدر اتحكم في شهوتي. انا واحدة ست وليا طلبات وجوزي مش حاسس بيا خالص. انا حبيت اقول الكلام ده عشان كنت محتاجة قوي ان انا اتكلم واقول اللي جوايا. يا ريت اللي عنده نصيحة ليا من غير غلط ولا تجريح يقول عليها. وانا اسفة عشان طولت عليكم.